نتعرف النهاردة عن تطبيق جديد، تطبيق مميز جدا، تطبيق مش معروف لأنه هو لسه جديد. تطبيق اسمه فلوسي تابع للبريد المصري. التطبيق ده فيه مميزات كتيرة، ازاي تستثمر فيه في الصناديق، ذهب، في البورصة، وكل ده عبر الهاتف فقط. الفيديو هعرفك كل شيء عن التطبيق الجديد تطبيق فلوسي، وكمان هنعرف نسبة الربح في الصناديق الاستثمارية، وهنتعرف كمان أفضل استثمار الأموال في تطبيق فلوسي، وازاي تشغل فلوسك وتكسب من الصناديق، وكمان طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي واللي هي بتكون سهلة جدا. بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة والحصرية من خلال الهاتف الخاص بيك. انت ممكن تستثمر في صناديق، وده عبر تطبيق فلوسي. وتطلق الهيئة القومية للبريد بمصر، وده بيكون من خلال زراعة الاستثماري شركة البريد للاستثمار. أول تطبيق اسمه تطبيق فلوسي، ودي منصة رقمية متكاملة. المنصة دي بتتيح للأفراد إن هم يستثمروا في صناديق الاستثمار، وده بيكون عن طريق الهاتف المحمول. تساؤلات كتيرة بشأن إزاي الاستثمار في الصناديق عبر التطبيق فلوسي. بيتيح التطبيق تسجيل إلكترونيا بالكامل، وده بيكون من خلال الموبايل الهاتف المحمول. بداية من تحميل التطبيق، بعدها بتعمل توقيع عقد إلكتروني وإجراء التعرف على العميل، وده بيكون عن طريق تصوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بيك عبر شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية. بعد تفعيل الحساب، يمكن المستخدم يشحن المحفظة الرقمية من خلال حسابات البريد المصري أو أيضا الحسابات البنكية. وبعدها بتختار الصندوق الاستثماري اللي انت بترغب في الاستثمار فيه، وده بيكون وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق. تطبيق فلوسي بتديره شركة بي اف اي لخدمات الاستثمار المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. بيوفر للمستخدمين إمكانية الاستثمار المباشر في أكثر من 40 صندوق استثماري متنوع، بتشمل صناديق الاستثمار، صناديق منها صناديق الذهب وصناديق الدخل الثابت والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق قطاعية اللي بتغطي العقارات والتكنولوجيا. نسبة الأرباح في الصناديق الاستثمارية بتختلف نسبة الربح الصندوق الاستثماري بحسب نوع الصندوق وطبيعة الأصول اللي بيستثمر فيها. هنقول كمثال صناديق الذهب بتعتمد فيه على تقلبات أسعار الذهب في السوق العالمي. بالنسبة لصناديق الأسهم تحقق عوائد أعلى لكنها بتحمل مخاطر كبيرة. صناديق الدخل الثابت بتوفر عائد مستقر وأقل مخاطرة، بيعتمد على الفوائد المستلمة من السندات أو الأدوات المالية الأخرى. بيعمل التطبيق على عرض الأداء التاريخي لكل صندوق، وده بيمكن المستثمر من اتخاذ قرار مستنير قبل استثماره في الأموال. بيعتمد أفضل صندوق استثمار على أهداف الشخص المالية ومدى تقبله للمخاطر. بينصح الخبراء بتوزيع الاستثمارات بين أكثر من صندوق لتقليل المخاطر، فمثلا يمكن الاستثمار في صناديق الذهب أو الدخل الثابت، وكمان جزئيا في صناديق الأسهم أو الصناديق القطاعية مثل العقارات والتكنولوجيا. كيفية الربح من الصناديق الاستثمارية. الربح من الصناديق عبر تطبيق فلوسي بيجب الالتزام بعدة خطوات، ومنها بتختار أول حاجة صندوق مناسب ولازم يتوافق مع الهدف بتاعك ومستوى المخاطرة المقبول معاك. الاستثمار المنتظم عبر التطبيق وزيادة المبالغ تدريجيا مع مرور الوقت. تابعت أداء الصندوق من خلال التطبيق لضبط استراتيجية الاستثمار عند الحاجة. طريقة بقى التسجيل في تطبيق فلوسي. بيتيح البريد المصري من خلال طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي الدخول على التطبيق الحكومي الآمن والاختيار بين 40 صندوق استثمار متاح تربح من خلالها، وده بسهولة أكتر من الإضرار للذهاب إلى مقر مكاتب البريد لشراء شهادات استثمار. بيعد تطبيق فلوسي الحكومي أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في صناديق الاستثمار. بيمكن المتابعة والتفاعل معها عبر الهاتف في فئات متنوعة من الأصول، وكمان بتضمن طريقة التسجيل بتطبيق فلوسي اتباع الخطوات التالية. بتخش الأولا على تطبيق جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، تبحث عن تطبيق فلوسي التابع للبريد المصري. حمل التطبيق مجانا وتثبته. بتسجل بياناتك للدخول على التطبيق وبطاقة الرقم القومي. بعدها بتقوم بالتوقيع على عقد إلكتروني اي كونتراكت. حمل صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بيك سارية. بعد نجاح التسجيل بيمكن في الحساب محفظة على التطبيق من قائمة الحسابات. بعدها بتبدأ رحلة الاستثمار الآمن عبر التطبيق. تحصل على العديد من الخدمات الاستثمارية الرقمية من خلال هاتفك. طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي. بيتمكن المستخدم من فتح حساب محفظته المالية، وذلك بعد تفعيل الحساب يمكن المستخدم شحن محفظته الرقمية عبر الحساب، وده من خلال حسابات البريد المصري أو الحسابات البنكية المختلفة. لا يفرض التطبيق حتى الآن حد أدنى ثابت للاستثمار. بيعتمد الحد الأدنى على سعر وثيقة كل صندوق وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة به. وبكده نكون اتكلمنا عن كل شيء عن تطبيق فلوسي تابع للبريد المصري، وازاي تشترك فيه وازاي تستثمر من خلاله. لو عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للمزيد من المعلومات عن التطبيقات الحديثة والمفيدة.
نتعرف النهاردة عن تطبيق جديد، تطبيق مميز جدا، تطبيق مش معروف لأنه هو لسه جديد. تطبيق اسمه فلوسي تابع للبريد المصري. التطبيق ده فيه مميزات كتيرة، ازاي تستثمر فيه في الصناديق، ذهب، في البورصة، وكل ده عبر الهاتف فقط. في الفيديو هعرفك كل شيء عن التطبيق الجديد تطبيق فلوسي، وكمان هنعرف نسبة الربح في الصناديق الاستثمارية، وهنتعرف كمان أفضل استثمار الأموال في تطبيق فلوسي، وازاي تشغل فلوسك وتكسب من الصناديق، وكمان طريقة التسجيل في تطبيق فلوسي واللي هي بتكون سهلة جدا. بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة والحصرية. من خلال الهاتف الخاص بيك انت ممكن تستثمر في صناديق، وده عبر تطبيق فلوسي. بتطلق الهيئة القومية للبريد بمصر، وده بيكون من خلال زراعة الاستثماري شركة البريد للاستثمار. أول تطبيق اسمه تطبيق فلوسي، ودي منصة رقمية متكاملة. المنصة دي بتتيح للأفراد إن هم يستثمروا في صناديق الاستثمار، وده بيكون عن طريق الهاتف المحمول. تساؤلات كتيرة بشأن ازاي الاستثمار في الصناديق عبر التطبيق فلوسي. بيتيح التطبيق تسجيل إلكترونيا بالكامل، وده بيكون من خلال الموبايل الهاتف المحمول. بداية من تحميل التطبيق، بعدها بتعمل توقيع عقد إلكتروني وإجراء التعرف على العميل، وده بيكون عن طريق تصوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بيك عبر شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية. بعد تفعيل الحساب يمكن المستخدم يشحن المحفظة الرقمية من خلال حسابات البريد المصري أو أيضا الحسابات البنكية، وبعدها بتختار الصندوق الاستثماري اللي انت بترغب في الاستثمار فيه، وده بيكون وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق. تطبيق فلوسي بتديره شركة PFI لخدمات الاستثمار المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. بيوفر للمستخدمين إمكانيات الاستثمار المباشر في أكثر من 40 صندوق استثماري متنوع، بتشمل صناديق الاستثمار، صناديق منها صناديق الذهب وصناديق الدخل الثابت والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية اللي بتغطي العقارات والتكنولوجيا. نسبة الأرباح في الصناديق الاستثمارية بتختلف نسبة الربح في الصندوق الاستثماري بحسب نوع الصندوق وطبيعة الأصول اللي بيستثمر فيها. هنقول كمثال صناديق الذهب بتعتمد فيه على تقلبات أسعار الذهب في السوق العالمي. بالنسبة لصناديق الأسهم تحقق عوائد أعلى لكنها بتحمل مخاطر كبيرة. صناديق الدخل الثابت بتوفر عائد مستقر وأقل مخاطرة، بيعتمد على الفوائد المستلمة من السندات أو الأدوات المالية الأخرى. بيعمل التطبيق على عرض الأداء التاريخي لكل صندوق، وده بيمكن المستثمر من اتخاذ قرار مستنير قبل استثماره في الأموال. بيعتمد أفضل صندوق استثمار على أهداف الشخص المالية ومدى تقبله للمخاطر. بينصح الخبراء بتوزيع الاستثمارات بين أكثر من صندوق لتقليل المخاطر، فمثلا يمكن الاستثمار في صناديق الذهب أو الدخل الثابت، وكمان جزئيا في صناديق الأسهم أو الصناديق القطاعية مثل العقارات والتكنولوجيا. كيفية الربح من الصناديق الاستثمارية. الربح من الصناديق عبر تطبيق فلوسي بيجب الالتزام بعدة خطوات، ومنها بتختار أول حاجة صندوق مناسب ولازم يتوافق مع الهدف بتاعك ومستوى المخاطرة المقبول معاك. الاستثمار المنتظم عبر التطبيق وزيادة المبالغ تدريجيا مع مرور الوقت. تابعت أداء الصندوق من خلال التطبيق وضبط استراتيجية الاستثمار عند الحاجة. طريقة بقى التسجيل في تطبيق فلوسي. بيتيح البريد المصري من خلال طريقة التسجيل في تطبيق